نادي الشحنية عادت مرة أخرى. البداية المتوقعة، البداية المعتادة التي دائما ما يبدأ بها الزعيم، هي هذه البداية. يضغط ويهاجم. نعود سريعا. سعد دوسري في حراسة المرمى. بقية الأسماء: طارق سلمان، باولو اوتافيو، محمد وعد، عبد الله اليزيدي، مصطفى طارق، كريستو غونزاليز، رافا موخيكا. قبل الحديث عن التشكيل السداوية، ما خلونا نقول التشكيلة. أكرم يحاول يرسل كرة. الله! زعيم لا يعرف سوى لغة الانتصارات، زعيم لا يحتاج لأن تقدم، ومن سيلعب في تشكيلته هو يقدم نفسه بنفسه. عند الدقيقة الأولى في زمن شوط المباراة الأول يتقدم الزعيم عن طريق مصطفى طارق بأول أهداف هذه المباراة في الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الأول. هذه هي الإعادة وهذه الكرة، وهذا هو أكرم يمارس دوره المعتاد، صناعة الأهداف، ويصنع هدفا آخر بعد أن نجح في أن يصنع 4 في الجولات الماضية. يصنع هدف جديد. الزعيم يتقدم بهدف المباراة الأول في هذا اللقاء الذي يبدأ مثيرا في اللحظات وفي الدقائق الأول من هذا اللقاء، والنتيجة تشير إلى تقدم السداوي بهدف مقابل لا شيء. لكن هل بإمكان الشحنية أن يعود ويعدل؟ نعم، بإمكان أن يعود ويعدل. الكرة الآن والانطلاقة وصلت لأكرم. أكرم يحاول، أكرم يمرر. الله! أكرم عفيف يقدم هذه الكرة على طبق من ذهب لرافا موخيكا، ويقول له: يجب عليك أن تتكفل بالباقي. هذه هدية لا ترد ولا تستبدل. هذه هي هدايا أكرم. أسيست جديد ويسجل من خلاله الزعيم ثاني أهداف في هذه المباراة. شوف الإعادة لهذه الكرة التي قطعت. التمريرة هنا، الكنترول من أكرم، التقدم من أكرم، ما بين أكرم وكريستو وما بين أكرم ورافا موخيكا. قال له: يجب عليك أن تضعها في المرمى. وهي كذلك الزعيم 2 الشحنية لا شيء في بداية هذا الشوط الأول، ونحن نصل تقريبا فقط إلى 20 دقيقة الأولى في شوط المباراة الأول. الأندية الكبيرة، شخصية الأندية التي تعودت أن تكون بطلة، السد بدأ المباراة بهذه الطريقة. أكرم يحاول، أكرم قد يمرر التسديدة. يا الله! الثالث يأتي في 22 دقيقة، ليس أكثر من ذلك. الزعيم يسجل ثلاثية، هذه المرة عن طريق إسباني آخر اسمه كريستو غونزاليز. لكن ال3 أهداف من الذي قام بصناعتها؟ ال3 أهداف التي سجلت للزعيم من قام بصناعتها؟ قام بصناعتها أكرم. وفي كل مرة أشاهدك وكأنها المرة الأولى يا أكرم، وفي كل مرة أشاهدك وكأنها المرة الأولى يا زعيم. الهدف الثالث، ثلاثية نظيفة في 22 دقيقة فقط، ليس أكثر من ذلك في أحداث هذا اللقاء، وبالتالي المهمة ستكون في غاية الصعوبة للزعيم في هذه اللحظات. بالنيران الصديقة، بالنيران الصديقة، والذئب لا يهاجم إلا إذا استفز. الذئب لا يهاجم إلا إذا استفز. هذا ما قام به الزعيم السداوي، يصل لرابع أهدافه ويسجل الآن هدف من ركنية. النيران الصديقة كانت شريكة في الهدف الرابع الذي يسجل الآن، 4 أهداف مقابل هدف. هذا هو الهيدوس وهذه هي الركنية. هذا المرمى هو مرماك
يا بيلي، هو مرماك يا بيلي وليس مرمى السد. أخطأت في الرؤية وأخطأت في التقدير. بيلي فان إيميرسفورت الهولندي بطريقة عكسية. هذا هو